السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل كيكة السميد او كيكة الروان. معايا هنا 4 بيضات، ومعايا كوب ونص دقيق، ومعايا كوب سميد وكوب لبن وكوب زيت وكوب جوز الهند وكوب سكر، يعني من كل حاجة كوب، مفيش الا الدقيق كوب ونص بس. تمام. ومعايا كيسين فانيليا وكيس بيكنج باودر. يلا بقى، اول حاجة هنستخدم هنا الخلاط. انا حطيت هنا ال4 بيضات، وهضيف كوب اللبن. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا هنا كوب زيت وكوب سكر، ده جوز الهند، وكوب السكر. تمام. هضرب كل ده واضيفه على المكونات الجافه. وهنا انا حطيت بشر برتقان، او لو ما عندكيش حطي اللي هو العصير البرتقان اللي هو التانك ده، حط منه ربع معلقه. انا حطيت حاجه بسيطه خالص لان انا مبقاش حباه يعني تبقى لونها اصفر. وضفت هنا كيسين الفانيليا. تمام. اتمنى بقى لايك وشير، واللي مشتركليش في القناه يشترك طبعا، فضلا منكم وليس امر. اضيف بقى هنا الخليط، ومعايا هنا كوب دقيق طبعا نخلاه، كوب ونص من الدقيق، وادي النص التاني اهو. ومعايا كوب سميد، عليه كيس بيكنج باودر. وهقلب كله ده مع بعضيه من تحت لفوق، واحط على درجة حرارة 180. هتاخد لها حوالي بتاع نص ساعة او 35 دقيقة. طبعا انا هنا بصور بايد وبعمل بايد، عشان كده مش متمكنة قوي يعني. ومعايا هنا الصينية دهنها طبعا زيت او زبدة حسب ما انت حابة. هنا بقى انا كنت ضفتها كلها. تمام. هحطها بقى في الفرن، وانا مولعه الفرن من قبلها سايباه يسخن يعني. معايا هنا كوبايه ميه، ومعايا كوبايه سكر، وعصره ليمون. هرفعهم على النار من غير ما اقلبهم، وبعد 7 دقايق هعينهم من على النار. وهنا كانت الكيكه بتاعتي طلعت. هبدا بقى اسقيها بالشربات، بالسيرب بتاعها. هنا انا قطعتها هيتي. هبدا بقى اضيف لها الشربات بتاعها. لو عايزه تحطي كوبايه ونص وكوبايه ونص تمام، بس هي كوبايه وكوبايه بتاخد الصينيه بالظبط، لان هي هتاخد كوبايه سكر، وهي كانت فيها في الاول كوبايه سكر، يعني كوبايتين سكر. اما تاخد اكتر من كده هتبقى مسكره قوي. وحابه بقى تضيفي بقى على الوش جوز الهند. تمام. اي نوع من المكسرات تاني زي ما تحبي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد تجنن حاجه كده، ولا هي كيكه ولا هي بسبوسه، ضربه على الاتنين. شايفين ما شاء الله ارتفاعها؟ بجد تجنن. اتمنى يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.